حبايبي يا مساء الفل. حابه النهارده اقدم لكم صينيه كوسه بالبشاميل حلوه قوي. وحابه انبه تنبيه او ملحوظه. احنا كلنا لما بنعمل الكوسه بالبشاميل بنشتكي من الميه اللي بتنزل منها، يا اما بقى لو ما حطيتيهاش كده وهي نيه تسلقيها، ففي النهايه برضو الكوسه ما بتستحملش، مش زي المكرونه، فبرضه هتبقى مسلوقه وحشه، بتطلع الصينيه كده كانها كوسه مطبوخه. لا، احنا عايزينها تبقى محافظه على القوام بتاعها، وفي نفس الوقت الميه بتاعتها نتخلص منها علشان تبقى القطعه ماسكه نفسها كده. فتعالوا نشوف انا عملت ايه علشان اتخلص من الميه بتاعت الكوسه. قطعت الكوسه بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين، ورحت حطاها في مصفى كده، وتحتها طبقه اهو، وجبت حله ميه، وحطيت كيس جديد على وش الكوسه، وحطيت حله الميه زي التقل يضغط على الكوسه تنزل الميه. بصوا نزلت ميه قد ايه الكوسه اهو، كتير جدا، ده غير اللي انا رميته. اوكي، فالطريقه دي حلوه، هتطرد الميه من الكوسه وهتخلي لك صينيه الكوسه ماسكه القوام بتاعها حلو وهتعجبك. اوكي، يلا بقى بينا نشوف هنعمل الصينيه ازاي. اهو يا حبايبي رصيت الكوسه بالشكل ده بعد ما صفيتها من الميه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. وبعد كده رصيت اللحمه في وسطها. انا بحبها لحمه معصجه كده، يعني اللي هي قطع قطع. حابب يحط لحمه مفرومه يحط لحمه مفرومه، ليكي مطلق الحريه، عصجي اللحمه اللي انت عايزاها وحطيها. اوكي، وبعد كده هحط الكريمه، سهله قوي على فكره، اسهل من المكرونه البشاميل. هحط الكريمه كده بالشكل دوت، كده ننزل بيها واحده واحده. اوكي كده، طبعا هنا انا مش متخنه البشاميل قوي علشان انا عايزه الكوسه تستوي، لان انا نازله بيها نيه. اوكي، فعلى ما البشاميل تمسك القوام بتاعها هتكون الكوسه استوت وهتبقى حلوه. ماشي، ونقوم حاطينها في الفرن، وهحطها في الفرن وارجع لكم تاني اوريكم شكلها. اهو يا حبايبي صينيه الكوسه بالبشاميل لما طلعت من الفرن. طبعا انا حطيت عليها بعد ما سويتها من تحت، حطيت عليها جبنه موتزاريلا. اوكي، اهو يا حبايبي بص طلعت بالقوام بتاعتها ازاي اهو كده، صحتين وعافيه. بس كده، ويا ريت تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان كل حاجه اعملها ابعتها لكم. اوكي، سلام والى اللقاء.